لما بتكون هاوي لطيور الزينة ايا بقى كان النوع اللي انت بتربيه ايه او اللي انت بتهواه ايه، في 3 خلطات اساسية وفي 3 انواع حبوب رئيسية. دول هم اللي بيتكون منهم نسبة كبيرة من خلطة الطيور، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي البنكم. ده بالنسبة للحبوب، دلوقتي انا بكلمك على الحبوب. البنكم والفلارس والدنيبة، ال3 انواع حبوب دول هم دول اساس الخلطة بتاعة الطير. بتختلف في ايه بقى؟ بتختلف من نوع طائر لطائر تاني في النسب. طبعا كل طائر ليه نسب معينة وليه اضافات معينة، سواء يبقى دخن اصفر، دخن احمر، سواء كفافة، بيختلف من طائر لطائر. طب انا ممكن اريح دماغي بقى، وبدل ما اقعد ادور في النسب واجرب في النسب والكلام دوت، النهارده مزارع الحسيني، باشمهندس ماجد الحسيني وفر لي خلطات جاهزه بالنسب المناسبه لطيوري. فعندك الخلطه دي مثلا خلطه السوبر، دي بتنفع من اول البادجي، روز، فيشر، كوكتيل، وعايز اقول لك اللي في ناس بتقدمها للجرينات والدره كمان. فبسم الله ما شاء الله، 6 مكونات رئيسيه: البلكم والفلارس والدخن الاحمر والاصفر والفواكه المجففه ومضاد السموم. هتيجي في خلطه تاني هتلاقي الدنيبه موجوده ولكن بنسبه قليله، اللي هي خلطه البريمو. الخلطه ديت برضو 8 مكونات: فلارس، بنكم، دنيبه، دخن احمر واصفر وفواكه مجففه وقطع بسكوت ومضاد سموم فطريه. يبقى الخلطه ديت ممتازه لو عندك مثلا بادجي. وبرضه في ناس ممكن تقدمها للزبرة وللجاوة، يعني الفينيشات برضه الخلطة ديت مناسبة ليهم. عشان كده تم إضافة نسبة من الدنيبة. تعال بقى لخلطة الكناري. قليل جدا لما بتلاقي حد عامل خلطة كناري وبقى لها فترة متواجدة في الأسواق. ليه بقى؟ لأن الكناري طبعا حساس جدا جدا، ومش أي حد يعمل خلطته، لأن أكله بياكل أكل معين وبنسب معينة. ولذلك هتلاقي هنا مكتوب إيه؟ مجموعة من الحبوب المنتقاة، لأن ده سر الخلطة زي ما بيقولوا. الكناري بالذات هو اللي بيكشف أي حد بيعمل خلطات، إذا كان مميز ولا اذا كان بيعمل كده يعني حافظ. فاللي يعمل خلطة كناري تعرف ان ده حد بروفيشنال في مجاله. اسأل اي حد بيربي كناري هيقول لك الكلام اللي انا بقوله لك دوت. فيبقى احنا كده شفنا الخلطة السوبر، وشفنا خلطة الكناري، شفنا البريمو. البريمو وكان في ستار بس خلص. في بقى خلطة، ما هي دي اللي انا بدور عليها، في خلطة اللي هي الستار دي زي البريمو بس نسبة الدنيبة اعلى، دي برضو موجودة. طيب لو انا عايز بقى اي نوع لوحده بقى من الحبوب اللي انا قلتها ديت، اي نوع حبوب لوحده موجود. اللب موجود، والقرطم موجود، بذور الطاقه موجوده، الدخن موجود. بص بسم الله ما شاء الله، بص الجوده عامله ازاي، شوفان، حاجه محترمه جدا جدا جدا. طيب انا عايز اي نوع حب لوحده موجود، كتان موجود، التحديق بانواعه موجود، الدخن موجود. طيب تعالى بقى ايه، ناخد رقم للتواصل، لان باشمهندس ماجد الحسيني مزارع حسيني يا جماعه عنده توصيل. اي مكان انت موجود فيه في توصيل، هتتواصل على الارقام ديت اللي انا موضحها لك دي، او خد سكرين شوت، هتتواصل مع اي رقم من الارقام ديت، تسال على الحاجه اللي انت عايزها وتبلغ الاوردر وتبلغ عنوانك ويجي لك الحاجه لغايه البيت. تمام يا جماعه؟ يبقى الحاجه ديت، يبقى احنا كده بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على مزارع الحسيني ومنتجات مزارع الحسيني. وضحت لك الرقم ووضحت لك الخلطات الرئيسيه، وانت بقى ايه، في ايدك الاختيار.